اسمع شوف شاهد القصة راح كلش تستمتع. فد يوم اكو مرة زوجة قالت الرجلها، قالت له انا ركبني جني وديني الواحد يطلع الجني مني. اسمعني شوي اسمعني. هذا اخذها وراح شيخ مبروك، مو شيخ يعني بمعنى شيوخ الحوزة، لا بل يطلق على الممارس لهذه الأمور شيخ في البلاد الإسلامية. نعم قالت لا أنا ما أريد هذا الشيخ، وقامت تتكلم بكلمات كأنما الجن الذي في داخلها يرفض هذا الشيخ، وبسرعة نطقت اسم شيخ، وديني لشيخ فلان. زوجها مش همه، قال له يلا وديها لشيخ فلان. خذ طبت على شيخ فلان. شيخ فلان كأنما يكلم الجن الذي في داخلها، قال له اخرج من جسدها، كأنما الجن ينطق على لسانها. قال له انا ما اطلع الا بشروط. قال لو تشرط علي اقول لك اطلع من جسمها. قال له لا انا ما اطلع الا بشروط. فالشيخ يسأل المرأة يقول له شنو الشروط؟ يقول له انا اطب بزوجها، اطلع منها اطب برجلها. هذا الرجل قام يخاف، قال هاي شنو هاي المصيبة انه راح يطلع من مرتي طبي. فالشيخ قال له ليش تريد الطب؟ اسمع شوف شاهد القصة راح كلش تستمتع به. قال له ليش تريد تطلع من جسدها طب بجسد زوجها؟ قال له لأن زوجها قاطع للصلاة فأنا أطب بجسده. قال له وإذا التزم بصلاته؟ قال له إذا التزم بصلاته أنا ما أقدر أطب لجسده، ما أدنى له. بلي. قال له لعد اخرج وابقى على سور البيت، فإن وجدت زوجها قطع الصلاة فاركب فيه. فالجن كأنما يحكي على لسان الزوجة بالحركات المعروفة في هذا السياق. قال له أنا قابل. خرج من جسد الزوجة. ورا فترة الشيخ اتصل بالزوجة، قال له شنو أخبار زوجك؟ قالت له لا الحمد لله، الآن هو اللي يفتح الباب مال المسجد للمصلين في صلاة الفجر. طلع شنو الموضوع؟ الموضوع المرة مسوية كل هذا التمثيلية وجني راكبها حتى رجلها يخاف ويلتزم بصلاته. الله، بل النسوان تأدب مرات. مو قلت لك لا تضحك؟ مو انت تضحك انا اضحك. نسوان تأدب مرات. شوف زوجته أدبته من شافته ما يصلي. نصيحة اكو، مو مشاعر سيئة عندها اتجاه زوجها، لا، بس حرصها على ابو بيتها وابو عيالها، تريد يصلي فدفعته للصلاة، لكن بصورة شنو؟ بصورة غير مباشرة.